انا ما اعرفش هم بيفكروا ازاي وماسكين المناصب دي ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهارده يا جماعة جايبين فيديو رضا عبد العال وهو بيتكلم عن ماتش السوبر وأزمة ماتش السوبر، وبيتكلم عن ماتش الزمالك وانسحاب الزمالك وكان المفروض يتوقع عليه عقوبة. والصراحة الفيديو ده مختلف لرضا عبد العال. نروح نشوفه ونرجع النادي تاني. الاهلي عايز يشارك في بطوله السوبر كما هي في يعني قبل كده، اللي هي من مباراه واحده، وفي نفس الوقت هو مش عارف البطوله دي ايه فلوسها، امتى، ازاي، تفاصيلها الخاصه. هو مين اللي عمل هو اللائحة؟ بالتعاون مع رابطه الانديه واتحاد الكوره. طب وليه ومجلس ابو ظبي. هو السوبر ده مش يعني هي السوبر بطوله الافريقي ممكن فيها تفكير ان يبقى فيها مش دلوقتي، اول وتاني الدوري وبطل الكاس مش دلوقتي، وبطل كاس الرابطه. مش دلوقتي. اه ده ماتش وقلب. انما انت هتيجي 4 فرق في 8 ماتشات، ده يلعب ده وده يلعب ده وده يلعب ده. طب ما انت هتاخد مساحه والتوقيت تاني. والتوقيت وبعدين انت بتقول النادي الاهلي مشارك في كذا طب لو بطوله. النادي الاهلي ما شاركش فيها يا كابتن تنجح؟ لا طبعا مش تنجح. ما هو انت بص، اهلي وزمالك ما شاركوش في اي نهائيات ملهاش اي طعم ولا لا يعني. مع كل احترام طبعا لكل بس الفرق، مثلا بطوله السوبر نجحت برغم من وجود بيراميدز واعتذار بس أهلي ده ماتش الزمالك. واحد. ماتش واحد خلاص، ما عنديش مشكله. بس طرف مين؟ الاهلي وبيراميدز. صح صح. زمالك وبيراميدز ماشي. اهلي وطلائع ماشي. واخد بالك؟ المهم ان لازم يكون في حد من الفرقتين. مع كل احترام طبعا لكل الانديه يعني. هو ما في انديه تاخد دوري ماشي، الكاس ممكن فرقه تاخده، بس طبعا مش. فانت هتعملها ليه؟ يعني هتكلكع الدنيا ليه؟ ما كفايه الدنيا مكلكعه. ما انتوا قعدتوا من السنه اللي فاتت لغايه شهر 10 السنه دي وانت الدوري شغال. هو انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها؟ بتلهوا نفسيكوا وبتزنقوا نفسيكوا الارتباطات السنه دي وتيجي كمان ترجع كتير بعد أوي. كده. ما انت عندك في اللي هي بتاعت في دوري افريقيا. ابطال والدوري الافريقي. ما خليك في الدوري الافريقي، سيبك من دوري الابطال. ليه؟ ما هو مش شغال. ده مستحدث؟ لا مش ده مستحدث في افريقيا. وعندك بطوله الامم الافريقيه حبيبي ماشي. تتكلم دولت اساسيات. واللي جد جديد الدوري الافريقي ده. صح. يبقى انت كمان راح تعمل لي كمان السوبر من 4 فرق، في كل فرقه حتى لو هيلعبوا بعض ده وده واول والتاني. 3 ماتشات ولا 4 ينفع؟ ماتشات. لا هو ممكن يعني ماتش. طب ما انت كده ماتش هتاخد واحد وقت بعد كده ماتش ومساحه. تاني. ما تسيب الفرق اللي هي مركزه في الدوري الافريقي والدوري وكاس الامم الافريقيه وكاس عالم للانديه ودوري وكاس وراحوا كمان عملوا لك الرابطه. كاس الرابطه. طب ماشي، اعمل كاس الرابطه ما عنديش مشكله، بس ابعد فيها الفرق اللي فيها في افريقيا وخلي الفرق اللي هي بره افريقيا هي اللي تنافس عليه. هو كاس الرابطه السنه دي هو مفيد لان عندك توقف بتاع كاس افريقيا. حبيبي ماشي، بس ابعد عنه. بتاع افريقيا، الفرق اللي هي في افريقيا هي ناقصه ارهاق. مش انت بتعاني من الارهاق؟ ابعد الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، الاربعه دول طالما وصلوا افريقيا خلاص. ما اعمل كاس الرابطه بين الفرق التانيه دي، ما عندناش اي مشكله. على الاقل يلعبوا مثلا في الفتره اللي هي فيها كاس الامم الافريقيه، فيها كاس عالم للانديه. تمام. واخد بالك؟ خلص كاس مصر اللي انت بقالك سنتين لسه، اللي هو بتاع 2021. صح. انا ما اعرفش هم بيفكروا ازاي وماسكين المناصب دي ازاي خلي بالك، ما هو ارتباطات برضو. ما هو ده اللي مسوق الكوره في مصر. ده اللي مخلي ده اللي مخلي الكوره في مصر مش هتشوف خير. انت فرحان بكل البطولات اللي انت عاملها دي. خف قلت لك كاس الرابطه ده خليه للفرق اللي هي. كان في تفكير من كابتن حازم امام في تقليص عدد مباريات الدوري عشان تنهي بدري الموسم الجاي. طب وانت ليه تعمل له بقى السوبر؟ بس لا على دي. لا ثانيه، الاهلي معترض عشان انسحب في ماتش السوبر. الفلوس كام؟ دي حجج كلها. اسمع الكلام، تفاصيل البطوله نفسها، اللائحه بتاعته. ولا كان مش هلعب غير بالشكل القديم بس. ما هو برضه عشان ماتش واحد زي ما انت بتتكلم بس خلاص. والزمالك مش طرف اصلا يعني. الزمالك كده كده مدخلينه مولد سيدي عياص.
عايزين الزمالك عشان يقوي يعني البطوله والكلام، والاهلي ما يعني رافض ان الزمالك يشترك لان الراجل سحب من السوبر. بس هي دي الازمه، انما تقول لي فلوس ومش فلوس، والله وربنا لو 300,000 جنيه الاهلي هيوافق. طيب بس قبل ما اختم الزمالك بس، زي ما سمعنا كده كلام رضا عبد العال وهو بيتكلم عن ماتش السوبر، وان اللعيبه المفروض اللعيبه او الانديه اللي هتلعب في افريقيا ترتاح. فعلا يا جماعه اللعيبه الناس الانديه اللي هتلعب في افريقيا ترتاح. مش عايزين نزود بطولات، مش عايزين نزود هموم، وفي الاخر وفي الاول كل ده عشان خاطر نادي الزمالك. وفي غرامه اتدفعت 200,000 جنيه، بيقول لك غرامه على النادي الاهلي في السوبر عشان مش عارف خاطر تاخير يوم وما اعرفش عشان خاطر يوم ايه. هو الفرق الاساسي اللي المفروض تتحكم عليها ويتغرم عليها اللي هي الزمالك عشان ما جاتش، تروحوا تعملوا عقوبه على النادي الاهلي في ذلك حكم. وزي ما قال رضا عبد العال الاهلي عنده حق، واول مره يقول كلمه حق، والحق مع الحق يبقى حق. وبكده يا جماعه نكون خلصت حلقتنا، وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام.